كل الناس استغربت لما سمعوا إشاعة بتقول إن دونالد ترامب مش ناوي يعيش في البيت الأبيض، لكن بما إن دونالد ترامب عنده ممتلكات فخمة كتير في جميع أنحاء العالم، ليه الناس مستغربة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عمرو عابدين، والحلقة دي هنتكلم عن 10 ممتلكات لدونالد ترامب أفخم من البيت الأبيض. لو فكر دونالد ترامب إنه يبعد عن المدينة ويروح مكان هادي شوية، هيلاقي ممتلكات كتير يختار منها، لكن واحد من أفخم الممتلكات دي هو فندق ترامب الدولي الموجود على ساحل الجنوب الغربي لأيرلندا. والفندق بيحتوي على سباه وغرفة طعام فخمة جدا وملعب جولف للمحترفين. والفندق بيقدم 4 أجنحة نوم فيهم غرف معيشة وغرف طعام أفخم من الموجودين في البيت الأبيض. اشترى دونالد ترامب قصر كلوجي الموجود في ولاية فيرجينيا لما قرر أصحاب القصر الأصليين إنهم يعرضوه للبيع، وخلص المزاد على 100 مليون دولار. وأول ما اشتراه ترامب حوله على طول لمصنع خمور، واللي بقى بيخدم بيه باقي ممتلكاته اللي موجودة في باقي أنحاء العالم. والمبنى بيوفر مساحة معيشة قدرها 2150 متر مربع، وبيحتوي على 45 غرفة وصالة عرض أفلام. والمبنى موجود على أرض مساحتها 8 كيلو متر مربع، والأرض الخاصة بيه دي موجود فيها حقل عنب واسطبل كمان للخيول. سنة 1996 اشترى دونالد ترامب مبنى ال7 ينابيع واللي موجود في بيدفورد بولاية نيويورك، والهدف كان انه يبني حواليه ملعب جولف ويحوله لنادي. لكن سرعان ما بدل الخطة دي وقرر انه يحتفظ بالمبنى ده لنفسه كبيت خاص للأجازات. والمبنى بيوفر مساحة معيشة قدرها 4650 متر مربع، وبيحتوي على 3 حمامات سباحة وقاعة بولينج، بالإضافة كمان ل60 غرفة منهم 15 غرفة نوم، يعني أكتر من البيت الأبيض ب4 غرف نوم. ظهر دونالد ترامب جوه قصر مارا لاجو في الصورة اللي رفعها على تويتر لما كان بيكتب خطاب التنصيب بتاعه، إلا إن الكاميرات ما ظهرتش قد إيه القصر ده خرافي. والمبنى العملاق ده بيوفر مساحة معيشة قدرها 10200 متر مربع، وتعتبر مساحته ضعف مساحة البيت الأبيض، بالإضافة كمان لأنه بيوفر غرف نوم 5 أضعاف الغرف الموجودة في البيت الأبيض. وفي حالة حدوث هجوم مسلح على القصر بيحتوي على 3 ملاجئ محصنة ضد القنابل. وحول ترامب المبنى ده لنادي خاص، واللي اشتراكه بيوصل ل200 ألف دولار للفرد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مش بس بيستمتع بملعب الجولف الخاص بيه لما بيروح الفندق بتاع ترامب تورنبري، ده كمان بيسكن في منارة على الشاطئ. والفندق بيتواجد على خور كلايد الموجود في اسكتلندا. ومبنى المنارة الأثري ده كان جزء من الترميم والتجديد اللي قام بيها ترامب على مبنى تورنبري، واللي اتكلف 300 مليون دولار. وخلال التجديدات دي زود ترامب مئات النجف، بالإضافة لبعض الفينيشات الذهبية والرخام الإيطالي للحمامات. لو ترامب حب انه يقعد في العاصمة واشنطن بس من غير ما يقعد في البيت الأبيض، هيبقى عنده الاختيار بانه يقعد في واحد من احدث ممتلكاته في واشنطن، وهو فندق ترامب الدولي. والمبنى الأثري ده كان مبنى مكتب البريد في القرن ال19، وموجود بين البيت الأبيض ومبنى الكابيتول الأمريكي. والفندق بيحتوي على 35 جناح، إلا إن الجناح الرئيسي في الفندق بيوفر مساحة معيشة قدرها 585 متر مربع، ويعتبر بكده أكبر جناح في واشنطن كلها. والجناح بيحتوي على غرفة طعام ل20 فرد وغرفة معيشة فارهة، بالإضافة كمان لصالة رياضية خاصة. في حاجة واحدة البيت الأبيض مستحيل يوفرها للرئيس، وهي المشهد الخلاب للمحيط. لشاتو دي بالميه هو قصر على الشاطئ أجره دونالد ترامب، وموجود على الجزيرة الفرنسية سانت مارتن، وقرر إنه يشتريه لنفسه بعد أول زيارة. والقصر بيضم ملعب تنس وصالة رياضية ومساحة خضراء كبيرة للجولف، بالإضافة كمان لكبير خدم. لكن بعيدا عن أي حاجة يقدر القصر ده إنه يقدمها، اللي يخليه فعلا متميز عن البيت الأبيض هو مشهد المحيط. الطيارة 757 الخاصة بدونالد ترامب هي كمان موجودة في الليستة، وتعتبر الطيارة دي منزل طائر كل اكسسواراته من الذهب الخالص. وسعر الطيارة دي بيقدر ب100 مليون دولار، وأنفق عليها ترامب بكل سخاء. والكابينة الخاصة بيه على الطيارة مرصعة بالذهب والرخام في كل حتة، بجانب كمان إنها تعتبر واحدة من أسرع الطيارات اللي موجودة في العالم. والفضل بيرجع للموتور الرولز رويس التوربو اللي متركب فيها، واللي بيسمح لها بالطيران لمدة 16 ساعة متصل بسرعة تتجاوز 800 كيلو متر في الساعة. نادي ترامب الوطني للجولف الموجود بولاية نيوجيرسي يعتبر واحد من أقرب الممتلكات لقلب ترامب، لدرجة إنه كان مستضيف فيه الفريق الانتقالي بتاعه قبل ما يبقى رئيس، وبيقضي كمان أغلب أوقاته هناك في ملعب الجولف، بالإضافة كمان لأن فرح بنته آيفانكا كان معمول فيه. والنادي بيبعد عن مدينة نيويورك 45 دقيقة تقريبا، واشتراك النادي ده 300 ألف دولار للفرد.
أفخم ممتلكات دونالد ترامب على الإطلاق هو شقته ال3 أدوار الموجودة في أعلى برج ترامب بمدينة نيويورك، وبسبب كثرة الرخام الإيطالي والذهب المستخدم في التصميم لما تشوفه هتحسوا إن هو معرض أكتر ما هو شقة. وتعتبر الشقة دي هي السكن الرئيسي الخاص بترامب، والتصميم بتاعها مقتبس من تصميم قصر فرساي، والباب الرئيسي بتاعها معمول من الذهب والألماظ. والشقة بتطل على واحدة من أفضل المناظر الموجودة في مانهاتن، والشقة دي بتساوي أكتر من البيت الأبيض ب10 مليون دولار. لو الفيديو عجبكم اعملوا لنا لايك، ولو عايزين تشوفوا فيديوهات أكتر لينا دوسوا على أي فيديو من الاتنين اللي قدامكم دول، ولو عايزين توصلكم فيديوهاتنا أول بأول ما تنسوش تعملوا سبسكرايب قبل ما تخرجوا، وأشوفكم الحلقة الجاية.